السنة دي كانت صعبة علينا كلنا، واحنا في طيارة نفسنا نغير الدنيا، بس لقينا الموضوع واسع شوية، فقلنا نحاول نغير في حياة واحد بس. ابو اسامه الراجل الطيب ده يا جماعه، راجل عنده 55 سنه، سوري، بقاله في مصر 4 سنين. الفكره ان الراجل ده نوعا ما مقتدر في زمان في سوريا قبل ما المشاكل تحصل. فكره ان هو عزه نفسه سامحاله ان هو ينزل يقف في الشارع. المهم الزمن وسوريا والمشاكل اللي حصلت فيها خليته يجي مصر. بالله احكي لنا انت لما نزلت ايه اللي شفته يعني. بيجي هو وابنه شايلين شنط بلاستيك كتيره مليانه الحاجات اللي بيبيعها، وبيبتدي يفرش على اي شنطه عربيه راكنه في الشارع. ده بلال ده صاحبنا اللي بظبط معانا، هو مش عارف احنا اصلا جايين نعمل ايه. كل اللي عارفه ان احنا هنعمل مفاجاه لابوه. انا فخور بالراجل ده ان هو ما يقس بعد كل الظروف دي وبينزل يقف على رجله. في ناس تتكسف من الموقف ده، انه انت كان عندك معمل وكده، هو عادي، هو بيشتغل يعني بيعمل ايه بالاخر، يعني عايزين نعيش. اول ما نزل مصر ما كانش يعرف اي حد خالص، ففي ناس ولاد حلال قالوا له في مطعم ايه في المنصوره، فراح حط فلوسه كلها في المطعم ده، ولسبب ما المصنع ده اتدمر في ثوره من الثورات. احنا بقى لازم نتفق ازاي هنفاجئه. ممكن ناس كتير تيجي تخش عليه تفاجئه في المكان اللي هو واقف فيه، وبعدين فجأة تشتري منه. احنا ممكن نحط نمر تليفون المحل والعنوان على البيج بتاعتنا على الفيسبوك، او ممكن ناس تقول له احنا جايين لك من اخر الدنيا ومش عارف ايه، سمعنا عنك وتيجي تقوم متصوره معاهم ماشي عادي بس كده. يلا. اول مشكله المفروض عند الراجل ان هو محتاج عجانه. دي اول مفاجاه عاملينها له. الاقتراح التاني اللي احنا عملناه ان احنا هنجيب له البتاعه دي وكتبنا له عليها حلويات البيت السوري وعاملين له بس ايه حركه كيوت كده عليها. يلا بينا يلا. احنا المفروض هننزل، الراجل لحد دلوقتي مش واقف في الشارع. خلاص نزلنا عجله كده وراح على السياره. تظبط فوكس كده. طب يا جماعه الراجل وصل ووقف في الحته اللي بيقف فيها كل يوم خلاص. المفروض بقى ان هو نازل لما بيبيع معاه 2 بيساعدوه، معاه اسامه اللي هو ابنه الصغير ومعاه ابن اخوه محمد. احنا مجهزين كذا مجموعه، كل حد هيعمل له مفاجاه معينه. المجموعه الاولى جاهزه يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه ده يا حاج؟ ده شكلها حلو بصراحه، ما كنتش جعان بس جوعت. المجموعه الاولى مهمتهم انهم يشتروا كميه كبيره جدا جدا من علب الحلويات، فالراجل يستغرب وينبهر ايه الرزق ده. المجموعه الثانيه يخشوا عليه يتصوروا ويمشوا، ما تعملوش اي حاجه تاني. صباح الفل. ازيك يا ابو اسامه؟ عامل ايه؟ احنا بنشوف صورك على الفيسبوك وجاي لك من اخر الدنيا. اهلا يا حبيبي. ممكن نتصور معاك؟ اتفضل. يلا تعالى. الحاجه الثانيه احنا عاملينها له ان هو كان الراجل عنده مشكله ان المحل بتاعه في حته مقطوعه ما حدش بيروح له خالص، فطبعنا له 1000 كارت. الكارت عليه نمره تليفونه وعليه خريطه عشان اللي عايز يروح لمكان المحل بتاعه. طب يا بيه قربي يا عروسه، حلويات البيت السوري الجميل، حلويات البيت السوري، احلى حلويات سوريه في المنطقه. قربي يا عروسه، قرب لابو اسامه، نسقف لابو اسامه يا جماعه. ازيك يا ابو اسامه؟ الله يبارك فيك. ازي حضرتك؟ الله يعزك. ازيك؟ الحمد لله. فين اسامه؟ ازيك يا اسامه؟ عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ كله تمام؟ انت محمد صح؟ ازيك يا محمد؟ عاملين ايه؟ احنا عارفين ان انت بتقف هنا بتعرض الحاجات، فيا رب دي تساعدك، تعرف تحط عليها الحاجات وتساعدها. خلاص؟ كلكم خير وطيب. انت نموذج حلو للناس اللي فعلا بتتحدى اي مشاكل وبتعمل حاجه حلوه. جبنا لحضرتك عجانه كده بسيطه في المحل. ايوه والله. والله حماد شكرا كلكم والله. الواحد لازم يعمل حاجة، ما يستسلم، لازم يشتغل يكافح عشان عنده عيال عنده اولاد يشيلهم، وبعدين يمد ايده للناس. لا مش هنقدر نغير في السنة اللي عدت، بس اللي هنقدر نعمله إننا نخش على السنة الجديدة بشوية تفاؤل. كل سنة وانتم طيبين.